انتوا عارفين ليه الناس في الدنمارك بيحبوا يركبوا عجل؟ ما يضحكوش عليك ويقولوا لك اصل الناس هناك غير الناس عندنا بيشتغلوك. الحقيقه اللي بجد ان المعماريين هناك غير المعماريين عندنا. وخلينا احكي لكم القصه من الاول. الدنمارك زمان كانت مدينه زي كل المدن اللي بنشوفها دلوقتي، شوارع واسعه وازعاج وتلوث، بين قوسين مدينه متطوره زي ما بنحب نسميها دلوقتي. والدنماركيين كانوا بيعشقوا العربيات، ما يقدروش يستغنوا عنها. المخططين والمعماريين لما شافوا الكلام ده قالوا دي كارثه، ما هو لو كل مواطن هيجيب عربيه علشان يتحرك بيها هنجيب لهم شوارع منين علشان تكفي العدد ده كله؟ احنا لازم نتصرف. طب نعمل ايه يا جماعه؟ قالوا سهله، احنا نطور شبكه المواصلات ونخليها تروح لكل حته. تمام؟ وبعدين ولا حصل اي حاجه. قالوا طب نرخص المواصلات شويه، ولا الهوا. طب نعمل ممرات عجل في الشوارع ونشجع الناس انها تتحرك بالعجله بدل العربيه. ناس حبت ده وناس ما حبتش. بس يبقى هو الاعلام، بداوا يعملوا اعلانات في التلفزيون ويوزعوا عجل ببلاش على الناس ويقنعوا الناس ان العجل ده تاني احسن اختراع بعد الكهرباء. برضه لسه الناس مش عايزه تسيب عربياتها. قالوا خلاص بقى ما بديهاش، احنا نضيق الشوارع ونخليها زحمه اكتر وخليها تخرب على الكل. وجابوا المواطن الدنماركي وسالوه، قالوا له يا باشا انت بتروح مشوارك ده في قد ايه في الزحمه اللي احنا فيها دي؟ قال لك يا سيدي مثلا نص ساعه. قال له طب ايه رايك نعمل لك طريق جديد يوديك المشوار اللي انت رايحه ده في 10 دقائق، بس في مشكله صغيره ان الطريق ده للعجل بس مفيش فيه عربيات، وسموه البايسكل سنيكس، اللي هو زي لعبه السلم والتعبان كده لما بنختصر المربعات لما بنيجي عند السلم او التعبان. الشعب الدنماركي فكر في الموضوع وقال لك طب ما الدنيا سهله، العجله اسهل وارخص واسرع وهي رياضه. وواحده واحده الشعب كله بقى بيركب عجل وبقت هي وسيله المواصلات الاساسيه في المدينه، وما بقوش بيحبوا العربيات. الدنمارك دلوقتي بقت تاني اكبر دوله سكانها بيستخدموا عجل بعد امستردام. شوفوا الحنكه في التعامل عملت ايه. استفدت انت ايه بقى من القصه دي؟ ان الناس هناك غير الناس عندنا. يا بهوة.